يا غريب يا مظلوم كربلاء، حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترتي أحمدي أقمار تم غالها خف الردى واغتالها بصروفه الزمن الرديء. سل كربلاء كم من حشن لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراتها حزنا لأكرمي سيدي وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي بكر الذبول على نضارة غصنه إن الذبول لآفة الغصن الندي جمع الصفات الغور وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابتي أحمدي وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمدي أفديه من ريحانة ريانة جفايت بحر ظمأ وحر مهندي ادركني يا ابويا وجيب لي قطرة مياه
رفرف على راسي ترى طير المني يا حسين يلي من تمسك بك ما خاء يا مقصد الوافد وظن والداحيل أريد قطرة ماي قلبي من العطش ذا غارت عيوني واظلم الوادي علي لا تنطف بقطرة ماي نار كبدي ما حد كفو من هالجميع يوقف بدر برد غليلي وعاين طرادي وحربي لهجم على الجيمان هجمه هاشمي واصراخ وخلي الخيل تتكردس على الخيل وادع النهار من العجاج ظلم من الليل واملي الوادي بالجثث واجري الدماء لفن العدا واترك مضاربهم خلي ضمال صدر والدمع بالخد ما ابشر يا عقلي كان مني طال بيتك مال وان كان قصدك معي هذه طلبة محال اللي يجيب الماء يظل جثة رومي لكنما الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: عليكم بالأحداث فإنهم أسرع إلى كل خير. صلوا على محمد وآل محمد. وارحمنا بمحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. الإنسان في هذه الحياة يمر بمراحل وأطوار عديدة، والأطوار هي الفترات الزمنية التي يمر فيها الإنسان. فيمر أولا بمرحلة الطفولة، ثم ينتقل إلى مرحلة المراهقة، ثم إلى مرحلة الشباب، وبعدها إلى مرحلة الكهولة. وكل فترة من هذه الفترات
فيها تغييرات نفسية، وفيها تغييرات فكرية، وفيها تتغير قيم الإنسان، مبادئ الإنسان، مفاهيم الإنسان، طريقة كلام الإنسان. فهنالك تغييرات كثيرة يمر فيها الإنسان في حياته. نحن نتحدث عن واحدة من هذه المراحل، وهي فترة المراهقة، والتي عبر عنها أهل البيت عليهم السلام بالأحداث. المراهق عبر عنه في الروايات بالحدث. يقول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: عليكم بالأحداث فإنهم أسرع إلى كل خير. أسرع إلى كل خير يعني هذه الفترة التي يصل إليها الحدث، هذه الفترة الزمانية، يمكنك أن تصقل أيها الأب شخصية الابن في هذه الفترة للتغييرات التي تصيبه، فهو بإمكانه أن يستقبل كما هائلا من المعارف والمعلومات. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن قلب الحدث كالأرض ما وضع عليها شيء إلا وتلقته. يعني يكون متلقي جيد في هذه الفترة، يستمع إليك، يفهم، يتعلم، يأخذ العلوم، يأخذ المعارف في هذه الفترة الزمانية. لذلك هذه الفترة حساسة جدا على الإنسان، ويجب على الأبوين أن يهتمون بالابن إذا وصل إلى هذه الفترة الزمانية. علماء النفس يقولون هذه الفترة فترة الانقلاب الداخلي للإنسان، والانقلاب الشخصي، والانقلاب الجسدي، والاضطراب النفسي. يعني تكون حياته في حالة اضطراب نفسي، فهذا الإنسان يجب عليه أن يتعامل معه بشكل محدد، بشكل معين، بأسلوب مهذب، كما سنمر في الحديث. فمن هنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بيّنوا لنا أساليب التعامل مع الأحداث، كيف تتعامل مع هذا الشاب المراهق. ففي كثير من الأحيان يحصل صدام بين الأبوين وبين أبنائهم لعدم معرفتهم بكيفية التعامل مع هذا الشاب إذا وصل إلى هذه المرحلة الزمانية. الأسلوب الأول وهو الأسلوب الإقناعي. بعدما كان هذا الشاب طفلا، كان طفلا، أنت تأمره وتنهاه، تقول إليه افعل هذا الأمر، أو تقول إليه لا تفعل ذلك الأمر، يطيعك. لكن إذا وصل إلى هذه الفترة الزمانية، هذه الفترة الزمانية فترة المراهقة، لا يتقبل الأمر أنك تأمره بشكل مباشر، تقول إليه افعل هذا الأمر أو لا تفعل ذلك الأمر. لا يتقبل الأمر بشكل مباشر، وإنما يتقبله بطريقة إقناعية. يعني تجلس مع هذا الابن، مع هذا الشاب، وتقنعه بالأمر، تقول إليه أريدك أن تفعل هذا الأمر لأن من فوائده كذا وكذا وكذا، وبالعكس أريدك أن لا تفعل ذلك الأمر لأن من مساوئه كذا وكذا وكذا. تقنعه، تشرح إليه بالتفصيل لماذا أنت تأمره بهذا الأمر، فتجعل في قلبه حالة من الإقناع. لذلك الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام كان يتحدث مع بعض ولده فينصحه، يقول إليه بني لا تصاحب الكذاب، يأمره أمر ويبين إليه السبب، يقول إليه فإنه كالسراب يقرب إليك البعيد ويبعد عنك القريب. بني لا تصاحب الأحمر فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. يعني يأمره بالأمر ثم يشرح إليه لماذا، يقنعه.
لا تصاحب الفاسق فإنه يبيعك بأكلة أو ما دون ذلك، ولا تصاحب قاطع الرحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله عز وجل. وهكذا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يشرح إلى ولده يقنعه بهذا الأمر. فهذا أسلوب من الأساليب للتعامل مع الشخصية المراهقة. إذا أردت أن تأمره بأمر تقنعه بهذا الأمر، أو إذا أردت أن تنهاه أن لا يفعل أمر اقنعه أن لا يفعل هذا الأمر. ائت إليه بالدليل، ائت إليه بالبرهان حتى يقتنع هذا الشاب فلا يفعل هذا الأمر. لأن البعض منهم ربما لا يقتنع ببعض الأوامر في فترة الطفولة، فعندما يكون مراهق يتخلى عن الأوامر وعن القيم وعن المبادئ. مثلا الحجاب، كانت هذه البنت طفلة قالت لها أمها البسي هذا الحجاب الشرعي الكامل الساتر، لكن عندما وصلت إلى مرحلة المراهقة هي لم تقتنع بهذا الحجاب، ربما تختلط مع بعض صديقاتها فيقولون إليها أن تنزع هذا الحجاب. لكن لو كانت الأم قد أقنعت هذه البنت قالت لها نحن نلبس الحجاب لأن الله عز وجل قال كذا وكذا، وأمير المؤمنين قال لنا هذا الأمر، والإمام الصادق قال كذا، وكانت الزهراء على هذه الكيفية، وكانت زينب على هذه الكيفية، فأقنعتها من البداية. لكن إذا وصلت إلى مرحلة وهي لم تقنع هنا مصيبة تحصل. فمهم أسلوب الإقناع إلى الشخصية المراهقة. الأسلوب الثاني وهو أسلوب الاحترام. يجب على الأبوين أن يحترمون هذه الشخصية المراهقة، يحس بوجوده في البيت في الدار، يحس بكيانه، يحس بشخصيته. في هذه المرحلة يكون وزير، يكون هذا الشاب المراهق وزير إلى الأب، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولد سيد 7 سنين، يعني أول 7 سنوات هو سيد. ثم قال وعبد 7 سنين، يعني الآن وصل عمره 14 سنة، أكمل 7 السنين الأولى 7 السنين الثانية. بعد 14 سنة قال ووزير 7 سنين. هذه فترة المراهقة يكون فيها الشاب وزير إلى والده، يعني إذا أراد أن يستشير الوالد أحد يستشير هذا الشاب حتى يحس بوجوده، يقول والدي فاهم وعاقل، ولكن مع ذلك يرجع إليه يأخذ رأيي. هذا الأمر له وقع كبير في نفس الشاب المراهق، فيحس بوجوده ويحس باحترام من والده وكذلك من أمه. فإذا أحس بهذا الاحترام، وكان الاحترام متبادل بين الأب والأم والأم والأب وبين الأبناء، تكون شخصيته شخصية قوية، يخرج إلى المجتمع بشخصية مستقرة، لا يخرج بشخصية مهزوزة، شخصية مضطربة أمام الناس، لا، وإنما تكون شخصيته قوية فلا ينحرف، لا يكون مجرم من المجرمين أو منحرف من المنحرفين. كما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته. الإنسان الذي عنده عزة في نفسه، الإنسان حصل على الاحترام، عرف معنى الاحترام، تربى على الاحترام، هذا الإنسان الكريم تهون عليه الشهوات، لا ينزلق تحت هذه الدائرة، دائرة الظلام الأسود. وبالعكس الإنسان الشاب المراهق الذي لا يجد الاحترام ولا يعرف أصلا ما هو معنى الاحترام، هذا الشاب المهان الذي دائما ما يهان من والده، يهان من أمه، شخصيته مهانة.
هذا عندما يخرج إلى المجتمع يخرج بشخصية مضطربة، ينشر جميع هذه الأحقاد والأضغان على الناس وعلى الآخرين. يقول الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام: من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره. يعني هذا الإنسان ربما يخرج إنسان خبيث، إنسان غير محترم، إنسان شرير، إنسان مجرم من المجرمين. لماذا؟ لأنه لم يحصل على الاهتمام ولم يحصل على الاحترام من داخل الداخل، من البيت، من الأم والأب والإخوة. إذن هذا الأسلوب الثاني للتعامل مع الحدث ومع الشخصية المراهقة. الأسلوب الثالث وهو الموازنة بين العنف وبين الليونة والعاطفة. يعني الأب لا يكون عنيف جدا على ولده يضربه ضربا مبرحا، وبالعكس لا يزيد عليه من العاطفة ومن الحنان والليونة، وإنما يوازن. يأتي رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول إليه: سيدي ومولاي، أنا لا أعرف كيف أن أتعامل مع ولدي قد آذاني. قال إليه الإمام: اهجره ولا تضربه، عليك بالموازنة. يعني خاصمه، اهجره يعني ابتعد عنه، لا تتحدث معه. وإذا مر أمامك كأنك لا تراه اهجره حتى يحس بالندم فيرجع إليك ويقول إليك بأني نادم من الفعل الذي فعلته. فاهجره ولا تضرب، تكون حالة من الموازنة. هذه بعض الروايات الشريفة. كذلك بعض العلماء منهم أمثال السيد ابن طاووس ذكر بعض التوجيهات لهذه الشخصيات المراهقة في كتابه كشف المحجة. ينقل بأن الأبوين عليهم أن يقيما احتفالا تكريميا للشاب عندما يصل إلى مرحلة البلوغ، ويعرفونه ما الذي سيحصل إليه في هذه الفترة الجديدة من حياته، فيشرحون إليه الأشياء النفسية التي ستصيبه، الاضطرابات النفسية في شخصيته والتغيرات في جسده، وكل شيء يشرحون إليه بالتفصيل، ويعلمونه الفرائض، يعلمونه الأحكام، يعلمونه العقائد، ويبرزون إليه قدوات. ومع الأسف الشديد الإعلام في يومنا هذا يبرز قدوات وهم في الأساس ليسوا قدوات. يعني الإعلام عندما نرجع إليه يركز على من؟ يركز على أصحاب الفن، الفنانين، يركز على أصحاب الرياضة، وفي الأساس هؤلاء ليسوا قدوات إلى أبنائنا. هنالك قدوات أهم من هذه الأمور، وهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أبناء الأئمة المعصومين، أصحاب الأئمة المعصومين عليهم السلام، كصاحب هذا اليوم علي بن الإمام الحسين عليه السلام. هذا الذي كان منطقه منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان جماله جمال رسول الله صلى الله عليه وآله، أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما ساروا في الطريق استرجع الإمام الحسين وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إليه: أبا حسين ما لي أراك قد استرجع؟ قال إليه: سمعت هاتفا في السماء يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير معهم. قال إليه: أبا حسين أولسنا على الحق؟ قال: نعم بني. قال: إذن لا نبالي، وقع الموت علينا أم وقعنا عليه. هذا منطق من؟ منطق رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف للإمام الحسين أن يفارق هذا الكلام،
أن يفارق هذا المنطق، أن يفارق هذا الجمال. يوم من الأيام جاء رجل نصراني إلى الإمام الحسين عليه السلام في المدينة، قال إليه بأني أريد أن أدخل في الإسلام، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام وحصلت حادثة معينة. قال إليه الإمام الحسين انتظر قليلا. أخرج إليه ولده علي الأكبر، قال إليه انظر إلى هذا الولد، فقال ما أشبهه برسول الله، ما شدة الشبه بينه وبين رسول الله. فقال إليه لو يقال إليك هذا الولد، هذا الشاب الذي عنده هذا الوجه الجميل يموت أمام عينيك، ماذا يحصل في قلبك؟ قال إليه أموت معه، لا أريد الحياة بعده. قال إليه الإمام الحسين أما أنا فأراه مقطع الأوصال إربا إربا على بوغاء كربلاء. ساعد الله قلبك أبا عبد الله. لذلك عندما جاءه وطلب منه الرخصة إلى القتال صرخ ونادى وولداه وعلياه، ما تحمل أن يودع ولده. آجركم الله. ودع علي الأكبر، دخل إلى الميدان يقاتل قتال الأبطال. هذا وعين الإمام الحسين مسلط على ولده علي الأكبر، ووجه ليلى ينظر إلى وجه الإمام الحسين. لحظات وإذا بوجه الإمام الحسين قد تغيرت ألوانه. قالت إليه أبا عبد الله هل أصيب ولدي بسوء؟ قال إليها لا، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه، برز إليه بكر بن غانم. ارجعي إلى الخيمة وادعي إلى ولدك فإن دعاء الأمهات في حق أبنائهن مستجابة. رجعت إلى خيمتها، دخلت إلى الخيمة، نشرت شعرها، رفعت يديها بالدعاء إلهي بعطش الحسين، إلهي بوحدة الحسين، إلهي بغربة الإمام الحسين. يا راد يوسف على يعقوب من بعد مغيبه، رد علي ولدي علي. الإمام الحسين ينظر إلى ولده في الميدان يقاتل، فضرب بكر بن غانم ضربات عجل بروحه إلى النار. هذا وليلى في الخيمة رافع يديها بالدعاء. طابت الخيمة الغريبة وتوسلت لله بحبيب. يا راد يوسف من مغيب اليعقوب ومسكن نحي، أريد أن علي سالم تجي. فرجع علي الأكبر من الميدان مناديا البشارة البشارة أبا حسين، وقد اشتد به العطش. صيد الملوك أرانب وثعالب، فإذا برزت فصيدي الأبطال. رجع عطشان إلى والده الحسين مقاتل والشمس مسلطة عليه،
قال بويا قطرة مي لجب اتروى بها ورد للميدان يا بويا انفطر قلبي وحق جد الشمس والعطش والميدان والحر. ضمه الإمام الحسين إلى صدره: ولدي علي ومن أين لي الماء؟ لكن انتظر قليلا يسقيك جدك رسول الله شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا. لكن ولدي علي ارجع إلى الخيمة فإن أمك تنتظرك. رجع إلى الخيمة وإذا بها قد أغشي عليها، وضع رأسها في حجره، صارت دموعه تتحادر على خديه. أفاقت قالت إليه: ولدي علي رجع. قال إليها: بلى أمه، والحين بروح وما برجع، بروح إلى الموت، بروح إلى القتال بين يدي الحسين. قالت إليه: ولدي علي عندي وصية. ما هي وصيتك أمه؟ قالت إليه: قم وتمشى أمام عيني في الخيمة حتى أتزود من النظر إليك، لم أشبع من النظر إلى طولك. تقلنا تهيد يا بدر سعدي يا لماع، أرد أنظر لطولك وضمك ضمة وداع، وانظر بعيني مشيتك يا حلو لي عساه الموت قبلك يا ضي العين. قالها: مشيت قبال عينك ودعي وتزودي مني قبل لا مهجة فادك بعد لا تترقبي للخيم بال الحرب ما راح ولا رجع للصيام. ومصيبتاه وعلياه، وإذا بعلي الأكبر يتوجه إلى الإمام الحسين حتى يرخصه إلى القتال وإلى الحرب والموت. ألا من مناد وعليا توجه إلى والده الإمام الحسين، وإذا به ينادي: زينب، ليلى، رملة، رباب، تعالين وتودعوا من الشباب. وإذا بالضجة في المخيمة والكل ينادي وعليا، والكل ينادي ومصيبته. عند الوداع تعانق وحسين ذب عمامته، ضم الصدر مدلل ونادى بخواته ونسوته: زينب يا ليلى ويا رباب من الخيم قوم اطلعوا، هالولد رايح يا هلا ومنا قوم تودعوا. من حال شبه المصطفى يلا يا نسوى اتجمعوا، خلى يأذن بس معاه من قبل عاين ذبحته. أذن شبيه المصطفى وتفاررت ذيك النساء، وتفاررت وسفة من حول مصباح الخيا.
زينب تقول له يا علي ليش شفت شيال العلا؟ قل له يا عم مصيبتك خلت كبدنا مفتتة. أين الضاجون وعليا ومصيبتا؟ وإذا بالإمام الحسين لم يتحمل وداع ولده علي الأكبر من المخيمات، صار يهرول معه إلى الميدان، يد على زمام الفرس ويد على شيبته، مناديا اللهم اشهد على هؤلاء القوم فلقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله. رفع يديه مناديا اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. التفت لابن سعد قائلا إليه ما لك يا ابن سعد؟ قطعت رحمي قطع الله رحمك، وسلط عليك من يذبحك في منامك عاجلا. فهم علي الأكبر أنها الرخصة إلى القتال، دخل إلى الميدان كالليث الغضبان يضرب فيهم يمنة ويسرى حتى نكس الرايات وجدل الأبطال، قلب الميمنة ميسرى والميسرى ميمنة، القلب على الجناحين. حي علي الأكبر تشاهر بالعلم ومهند، من سمعنا أخوة الحارة وسمعنا أخوة والد، قال يا ابويا وعزي وشمس قومي وعزوتي تنذبح ضامي يا ابويا قل لي شنهي ظلتي، ذوبت قلبي يا ابويا ساعنا اخوة عمتي، يوم صاحت يا ضياغم حاطت خيم العين وعليا. وإذا به يقاتل قتال الأبطال مرتجفا قائلا أنا علي بن الحسين بن نحن وأهل البيت أولى بن أضربكم بالسيف حتى ضرب غلام هاشمي على أجركم الله شيع موالين. فبينما هو يقاتل وإذا بسهم قد وقع في رقبته فشغله ذلك السهم، جاء لعين من القوم هز عمدا من حديد وضربه في خاصرته. وإذا بالمرة ابن المنقذ العبدي يقول علي آثام العرب إذا لم أفجع قلب أمك فيك، رفع سيفه وضربه على رأسه. انحنى على رقبة الفرس، سالت الدماء على عينه، فتوجه به إلى معسكر ابن سعد واحتوشوه من كل جانب ومكان، هذا يضربه بسيفه، هذا يطعنه برمحه، هذا يطعنه بخنجره.
شبك عالمهر لباله يودي لابوه حسين عن القوم يحمي اثار المهر للعدوان طبي وشبه بموسط العسكر هذا يضرب بسيفه وريده وهذا بخناجر فالصليده هذا يغط من رمحه حديده بخاصرته وهو يعالج ويعفر وعليا وإذا به ينادي أدركني أبا حسين. تقول سكينة عندما جاء النداء من علي الأكبر إلى والدي الحسين خرج ووجهه كالمحتضر يصفق كفا على كف ويسقط على الأرض يقوم أخرى 3 مرات مناديا ولدي علي على الدنيا بعدك العفاء. وصل إليه تمدد بطوله وضع خده على خده وإذا به تبسم ثم بكى. ولدي علي ما لك تبسمت ثم بكيت؟ قال إليه أبا حسين تبسمت لأن جدي رسول الله سقاني شربة من الماء. ولماذا بكيت؟ قال لأن الزهراء قد شقت جيبها من قطع وصالك بسيفه يا علي يا ابني بعدك على الدنيا العفا فرقاك شياب أكبر أكبر يا نور يا معفر يا ابن شقول العمتك لو سايلت عنك وليلة الحزينة ترتجي ما أيست من أكبر أكبر يا نور العين يا معفر شيبتني يا ابني وخليت القلب ما أفطر وانا على العباس من الظهر ما أكبر أكبر يا نور يا معفر. وإذا بالإمام الحسين هم أن يقوم من عند ولده قال إليه أبا حسين أولست أنا ولدك؟ قال إليه نعم. أولست أنا المدلل؟ قال إليه بلى. عجل ليش بتروح؟ قال خرجت عمتك زينب ودني يا ابويا عمتي زينب برا خلها تشد جرحين ترى ذايب. قال له يا عقلي مهجتي حجياك فرا لازم بشيلك للمخيم يا ضيل
لازم بشيلك للمخيم يا مهجة الروح، عن جثتك يا صبي يا عيني وين نار. لو قلت لمك ظل عليه بالأراض مطرة، لازم تقلي كان جبت الوقت. يا اهل الخيم جاكم علي قوموا له، يا اهل شوفوا على صدر جنازته محمود. يا اهل الخيم جاكم شوفوا على صدر جنازته، طلعن يا ويلي من الخدر عما شافوا علي مرمي ويجر ونا، ومن الطابر ما تنحص جراحه، زينب عليه دموعها مهمولة. شوفوا على صدر جنازته وتصيح جسم ابني علي راوني، عين نعيمت من راح نور عيون، ما ريد بعد ابن العمر دفنه، ولا شوف جثة هالولد محمولة. يا اهل شوفوا على صدر جنازته يا حسين حفروا لي حفير الساق، ما اقدر اشوف ابني واشوف انثى، قالها يا ليلة الزود من هدى، بشري بعدنا بناقة مهزولة. يا اهل شوفوا على صدر جنازته محمود، وإذا بالإمام الحسين رجع إلى المخيمات، وقد جمع أوصال ولده ببردته، حمله إلى المخيمات، والنبل شابك بالجراح، ونادى بصوت يا زينب علي راح علي راح يا زينب علي راح. أما ليلى صرخت ونادت وعليا وولدا تقول له يا عقل ثياب عرسك فصلتها، جني خسرت حسبات عمر اللي حسبتها، كل الأسف زفت زواجك ما شفتها، مثلك ولد يلقى يا نور عيني لكنما الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله. يخبرونكم الأخوة الكرام غدا الساعة 1 ظهرا قراءة المقتل في هذا المأتم الشريف. اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وأهل بيته الطاهرين، غير سوء حالنا بحسن حالك، شاف مرضانا رد غرباءنا، لا ننسى المرضى والمحتاجين إلى الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر أما يجيب المضطر
أجب المضطرين يا الله، واكشف السوء والبلوى عن جميع المؤمنين والمؤمنات، ولا سيما من سألون الدعاء. وإلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة قبلها الصلوات.